ده بقى حضرة المهاجم موسى ماريجا، مهاجم قوي وقناص وهجام على المرمى بشكل غير طبيعي. مهاجم ربنا وضع فيه كل المواصفات اللي تؤهله انه يكون مهاجم من الطراز الرفيع. موسى ماريجا عنده 32 سنة، مالي الجنسية، طوله ما شاء الله متر 88، وزنه 95، قيمته التسويقية على حسب الترانزفير ماركت 5 مليون يورو. موسى ماريجا من المهاجمين الأقوياء جدا، من المهاجمين المؤثرين والفعالين جدا لأي سكواد ممكن ينضم ليه. وبالطبع بعد ما أصبح المالي موسى ماريجا لاعب حر وبدأت نحو لإمكانية انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إطار خطة التعاقدات مع مهاجم أجنبي. خليني بقى أقول لك وافتح لك بروفايل اللاعب وأعرفك كل حاجة عن اللاعب، مميزاته، عيوبه، هل في إمكانية وجوده في النادي الأهلي من عدمه؟ طيب لو هيجي النادي الأهلي في حاجات ممكن تعيق الصفقة ولا لا؟ خليني أفتح لك بروفايل اللاعب وأكلمك عن كل حاجة عن موسى ماريجا، القوة والدبابة اللي المفروض تيجي إن شاء الله النادي الأهلي، واللي الإسكواد بتاع النادي الأهلي محتاجها بشكل قوي جدا جدا جدا. عايز اقول لك ان موسى ماريجا هو لاعب صاحب الجنسية المالية، ولد في فرنسا، بدأ حياته الكروية في فرنسا في بوابة نادي اسمه إميان الفرنسي، ثم انتقل إلى نادي الترجي التونسي، ولكن لم يشارك في أي مباراة تذكر، ومشي منه على الدوري البرتغالي لنادي اسمه ماريتوما، لعب فيه 34 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 8. حاجة عظيمة جدا كبداية للاعب لسه كان عنده 22 سنة وقتها، وده كان سبب كافي انه يروح لأكبر النوادي في الدوري البرتغالي من بوابة نادي اسمه بورتو البرتغالي، وشارك في 190 مباراة، سجل 92 هدف وصنع 32 هدف، يعني عمل 32 مشاركة حاسمة. وكده هنقدر نقول انه رجع عشان يخوض تحدي جديد، ولكن في اسيا المرة دي مش في اوروبا، من بوابة نادي الزعيم الهلالي السعودي، اللي ما ظهرش معاه بالجودة برضو اللي الكل كان مستنيها، والانفجار والتوهج اللي كل الناس كانت متوقعة من موسى ماريجا في دوري اقل قوة من الدوري البرتغالي بمراحل. لكن لعب 75 مباراة، سجل 25 هدف وصنع 7 أهداف، وده خلال موسمين فقط قضاهم ماريجا داخل جدران الهلال السعودي. توج خلالهم ب4 بطولات، الدوري السعودي وكاس الملك وكاس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا. يعني راجل بسم الله ما شاء الله متعود على التتويج، ومتعود ان هو يقف على منصات التتويج وياخد بطولات، يعني راجل عنده شخصية القيادة وعنده شخصية البطولات. عايز اقول لك ان ماريجا هو لاعب من الطراز الرفيع حرفيا. ماريجا راجل لاعب بيلعب بقوة، بيلعب بقلب، بيلعب بروح، بيلعب كرة القدم بقلبه وبروحه. راجل قوي، كان عليه صراع كبير جدا بين نادي نيوكاسل يونايتد ونادي ايفرتون على امكانية التعاقد معه، يعني لاعب يعتبر هو بوزيشن بوندس ليجا او لاعب بريمير ليج. تعال بقى اقول لك على اهم مميزات ماريجا وعيوب ماريجا. نبدأ بالمميزات. بالنسبة لأهم مميزات اللاعب، عايز اقول لك ان هو مميز جدا جدا في ضربات الرأس، بتلاقيه بيقطع على القريبة، ودي اهم حاجة في اللاعب الهجام، خصوصا في العرضيات بيركن بشكل حلو جدا. عنده دقة عالية في التصويب، حتى لو الوضع التشريحي لجسمه في وضع صعب بتلاقيه بيشوط وبيخلص عادي خالص. عايز اقول لك كمان ان هو بيشوط وبيسجل على المرمى بشكل مرعب، بيتصرف كويس جدا بالكرة وبيخلص من لمسة واحدة من غير فزلكة واستعراض. لاعب عالي جدا جوه ال18، وعنده سرعة في اتخاذ القرار غير عادية. مش بس كده، لا،
ده بيعمل ضغط عالي على المدافعين وبيغلطهم، ومن اهم مميزاته ايضا بيعرف يفنش على الجون بشكل عظيم وهايل. عايز اقول لك ايضا ان هو بيلعب بقدمه اليمنى وبيلعب بقدمه اليسرى، وتحركاته فيها وعي كبير جدا جدا جدا. لاعب قوي وسريع وتحركاته للكرة بشكل مميز. وأزيدك من الشعر بيت في مميزات اللاعب. عايز اقول لك ان هو لاعب فردي بشكل هايل، وعنده قوة في المراوغة عظيمة جدا. لاعب حريف حرفيا، وايضا بيلعب بشكل جماعي ممتاز جدا. عايز اقول لك بياخد فاولات بطريقة غير طبيعية نظرا لقوته البدنية. اللعيبة حرفيا بتتشعبط فيه ومش بيعرفوا يخلصوا منه الكرة غير بفاول، لازم يعملوا معاه فاول. لاعب قوي جدا، لاعب مقاتل، لاعب متحرك، بيقاتل على الكرة بشكل ممتاز، فينيشر قدام الجون بشكل غير طبيعي، بيلعب بشكل مباشر على الجون، ما عندوش فلسفة واستعراض، هداف داخل المنطقة ممتاز، بيطلب الكرة خلف المدافعين، جسم ولياقة بدنية عالية، متفعج على الجون، بيشوط فاولات بطريقة قوية على الجون مباشرة. عايز اقول لك ان هو لعيب من الاخر، يعني لعيب بريمير ليج، لعيب بريمير ليج من الاخر. لو جه النادي الاهلي فهو اضافة كبيرة للنادي الاهلي. ومن هنا بقى ننتقل للجزئية الثانية واجاوبك على السؤال الاهم، وهو عيوب اللاعب. ايه عيوب اللاعب ده بالظبط؟ هو عامل السن، عنده 32 سنة، في ظل توجه إدارة النادي الأهلي للنزول بالأعمار، عايزين لعيبة لسه تكون سنها صغير. هو عنده 32 سنة، في احتمالية دخول اللاعب للمارد الأحمر بتكون نسبة 50-50. الحاجة التانية، هو لاعب عشوائي جدا، ما عندوش اوبشن النظام، ما عندوش حتة النظام، لعيب في كل المميزات اللي قلت لك عليها، لكن عنده مشكلة ان هو عشوائي، بيميل للعشوائية في أدائه، ودي حاجة مش هيحبها كولر نهائيا. اما بالنسبه بقى لعدم وجوده في النادي الاهلي لاسباب معينه، اولا هو الراتب الضخم. عايز اقول لك ان هو بياخد 5 مليون دولار، ودي حاجه فوق سقف النادي الاهلي، ده راتب كبير جدا. تاني حاجه عامل السن، ودي حاجه برضو من عيوبه. فكل حاجه كده اتكلمت عليها عن اللاعب، عيوبه ومميزاته، كل حاجه تؤهله اذا كان موجود في الاهلي او لا. جه دورك ان انت تقول لي رايك عليه في التعليقات، وتعمل فولو ولايك.